السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجتين مهمين جدا لازم يكونوا في بيتك، وفعلا زي ما قلت لكم كده وكاتبه لكم ان فعلا هيخلي ريحة بيتك جنة، ريحة بيتك جميلة جدا جدا. اول حاجة هو المنتج ده يا جماعة، منتج خطير، فراي. يا رب اكون بنطقه صح، بس انتوا احفظوا حتى الشكل بتاعه اهو. ده موجود في كل المحلات، وهوريكم دلوقتي فيديو من السوبر ماركت وانا فيه وشفت الروائح بتاعته كلها وهعرضها لكم. ده صديقتي ايمان هي اللي قالت لي عليه احقاقا للحق، يعني هي اللي عرفتني عليه بصراحه، وقالت لي ده جربيه وبصي هتدعي لي، وفعلا بدعي لها. وما رضيتش اعمل الفيديو الا لما نزلت جبته الاول وجربت الريحه الفظيعه بتاعته. هو المفروض مطهر ومنظف، مطهر ومنظف، بيديكي التطهير للمكان اللي انت بتمسحيه، وكمان الريحه مش قادره اقول لكم. انا استخدمته مسحت بيه الارضيات باولادي، كل اللي داخل ايه الريحه دي يا ماما، ايه الريحه الجامده الفظيعه دي. وطبعا كمان بتحطيه كده على فوطه وتمسحي بيه رخامه المطبخ، فظيع يا جماعه فظيع. دوري عليه، هو مال السوبر ماركتات واسعاره معقوله، يعني السعر بتاعه معقول. في ده وفي روايح تانية كتيرة جدا منه، انت بتختاري على ذوقك وبتختاري الريحة اللي تناسبك. بس عايزة اقول لكم الكمية دي هتكفيكي كتير جدا جدا، وهتعمل لك فرق في مطبخك وفي الحمام. ريحته فظيعه في الحمام وفي الارضيات بتاعه البيت كله، فظيع يا جماعه. نغير شويه ونجدد عن الحاجات اللي احنا عارفينها، هتلاقي فرق كبير جدا. ايه تاني بقى عايزه اقول لكم عليه مهم قوي؟ السيكريت. السيكريت ده من منتجات ماي واي، طبعا كده كاني بعمل لهم دعايه يعني، بس ده بصوا ده من ماي واي. انا عامله عضويه في ماي واي، سهل قوي انك تعملي عضويه تبع اي حد تعرفيه او في الشركه نفسها، وبروح اجيب حاجتي كل شهر بنفسي. انا بستخدم من عندهم ايه؟ بستخدم من عندهم المنظفات، معظم منظفات او سبريهات كده يعني. لكن انت لما تبقى عضوه في المكان بتاخدي الحاجه باسعار مخفضه جدا، بسعر الجمله تقريبا، وبتوفري على نفسك، وكمان بتاخدي هدايا. يعني سيكريت ده، وشوفوا اللون التاني، بس انا بفضل ده. هقول لكم استخدامه ايه دلوقتي، ثواني بس اقول لكم استخدامه ايه. في ده وفي ده. ده انا واخداه هديه، تخيلوا كل ده اصلا هو غالي في ماي واي. سيكريت ده غالي، انا واخداه هديه على المشتريات اللي انا اشتريتها، وكنت واخده ده الشهر اللي قبله هديه على المشتريات اللي انا اشتريتها حسب عدد النقاط. فانت اعملي على مش هتخسري حاجه، هي مش بتكلفك حاجه العضويه خالص، لكن بتجيبي الحاجات اللي نفسك فيها بعد كده. بعمل ايه بسيكريت ده بقى؟ بس الاسود طبعا انا بفضله اكتر. حطوه في الهدوم وهي بتتغسل، غساله بقى اوتوماتيك، غساله هاف اوتوماتيك، زي ما يكون الغساله بتاعتك ايه، حطيه في الغساله. والله العظيم ريحه هدومك انت هتحبي نفسك وانت قاعده من كتر ما ريحه هدومك جميله. بس تحط شيء، ما تحطهمش في لبس الخروج، خليه في لبس البيت بس، لبس البيت بس، لان هيبقى حرام، لان ريحته مفحفحه جدا، وهتبقى ريحتك يعني كانك حاطه برفان جامد جدا. فخلي لك انت لبس البيت. لجوزك وابنك خليه في لبس الخروج. انا حطيته لابني في لبس الخروج، بيقول لي يا ماما في الشغل، بيقول لي انت هدومك ريحتها حلوه كده ليه؟ وبستخدمه بقى في الملايات والفوط. يا مهما الفوطه كانت موجوده في الحمام الريحه فيها، مهما الملايه مفروشه والمخده انت نايمه عليها شم الريحه فيها. فهو المفروض معطر منزلي متعدد الاغراض، تمام. هو ده اللون الاسود، ده اقوى ريحه معطر. هو المفروض بيتحط في ميه اللي هتمسحي بيها وتعملي، بس بصراحه لا، لما حطيت ده ولقيت ريحته تمام بوفر دي للهدوم، احطه كده مع الهدوم وهي بتتغسل في الاوتوماتيك بعد ما هي بتاخد الدوره والمسحوق بتاعه كده قبل الشطف، بحط شويه. انسوا على الريحه الفظيعه اللي هو فيه. فده ما ينفعش ما يكونش في بيتك. سيكريت، اسمه سيكريت، فظيع جدا. انت دي بصي هتكفيكي كتير قوي قوي قوي. ليش التليفون عمال يقع من الحامل. فبصوا دي هتستخدميها كتير، لان انا باخد الغطا ده كده، عارفين الغطا ده بحط نصه بس، شوفوا هو اصلا صغنطوط ازاي، بحط نصه بس في الغساله، بحط نصه في الغساله مش كله طبعا. فطبعا هيقعد معاكي كتير قوي 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 قوي، تمام. فهو ده هيبقى معاكي او اللون الازرق، تشم الاثنين براحتك، بس انا بفضل ده وده طبعا. تعالوا بقى اوريكم في السوبر ماركت ده بالروائح بتاعته عامله ازاي. يلا بينا على السوبر ماركت مع بعض. اهي الانواع قدامكم اهي يا جماعه، شايفين كل دي
انواع من الفرايد ده. انا مش عارفه انا بنطقه صح ولا غلط، بس هو كده تقريبا صح. دي الروايح بقى كلها قدامكم اهي، انا صورت لكم كل الروايح. ما تتخضوش من السعر اللي هوريه لكم دلوقتي، لان السعر اللي مكتوب ده اللي هو اكبر حجم، اللي هو 4 لتر. 4 لتر ده يقعد معاكي فترة طويلة جدا، لأن انت بتاخدوا منه كمية قليلة قوي 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 تمسحي بيها. تخيلي بقى لو انت حطيتيها بس على فوطة كده ومشيتي بيها على الرخامة بتاعة المطبخ، يا كل اللي هيدخل المطبخ هيقولك ايه الريحة التحفة دي. يا بختهم بقى، انا كده يعتبر بعمل لهم اعلان والله، بس هي ارزاق كلها. شايفين السعر 125 نازل ل 100، من 104، من 135. بس ده الكبير. انا جايبه الحجم اللي هو ال2 لتر ده ب 54 جنيه بالظبط. كان عليه عرض برضو ب 54 جنيه. بس بصراحة حلو وحجمه كبير هيقعد يعني. شايفين دي؟ انا هفتح واحدة واحدة وهشمها علشان اقرر انا هختار انهي حاجة. ده على ريحة توت شوية اهو، حتى رسمة التوت. انتوا عايزين بقى تقروا بالكلمة الانجليش تاخدوه باللون، باللون اسهل طبعا. ورسمة التوت، في ناس بتحب ريحة الفواكه في الشقة اللي هو الخوخ والحاجات دي. ده لذيذ مش وحش يعني، حلو برضو. بس انا عايزه اقول لكم هو الازرق ده اللي اكتر حاجه عجبني. ده ريحه تانية برضو. وده هو ده الازرق اللي انا جبته، ده اللي مغرمه جدا بيه، وده اللي ايمان ورتهولي فعلا وطلع اختيارها فعلا حلو يعني. بس هي اذواق، يعني اذواق، ممكن حد ما يحبش الريحه دي، تحبي ريحه تانية. بس ايا كان الروايح كلها قويه 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 وحلوه قوي قوي قوي، وتفضل في ايديكي يعني، الريحة تحسيها بتفضل في ايديكي كده. ده الاخضر اللي هو على ريحة زي عارفين ريحة الورود كده شوية او الزهور. دي برضو مش وحش. المرة الجاية انا هجرب ريحة تانية، اما اللي عندي ده يخلص بعد مثلا 3 4 5 6 7 8 شهور. يعني انا عايزاه يقعد كتير طبعا. هو والله ما غالي، لان الحاجات دي بقت غالية جدا على فكرة. يعني انا قارنته بالحاجات ماي واي اللي انا بجيبها، هي نفس الرينج تقريبا، لان ده الحجم كبير ومركز فحلو بصراحه. ده الابيض بقى على ريحه يديكي زي جوز هند كده شويه، زي روايح جوز الهند كده تقريبا شويه. تمام. فهي الروايح كلها قدامكم، وانتي روحي وشمي بنفسك. هي الميزه ان الغطا مش بتبرشم، فتقدري تفتحي وتشمي وتختاري الحاجه اللي على ذوقك واللي حباها تبقى ريحه شقتك. ده اللي انا جبته اهو. عايزه اقول لكم انا من ساعه ما فتحت ما مسكت بس اللي هي السكرت اللي انا وريتها لكم، اللي قلت لكم حطوها في الملابس، والله الريحه في ايدي وانا بسجل لحد دلوقتي. يعني انا قمت وعملت حاجات قبل الفيديو التاني على بال ما اعمل الفيديو ده، الريحه سكرت في ايدي زي ما هي. فتخيلوا بقى، ده بصوا زي البنفسج شويه. ريحته ولسه في ايدي لحد دلوقتي. جربوه مش هتندموا، وادعوا لي وادعوا لي ايمان، علشان ده طبعا اللي بيقول يعني اللي بيقول حاجه خير لحد ده بياخد ثواب كتير جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك علشان الكل يستفاد يا جماعه.